هلا هلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو الميك اب بتاع المصيف، حبيت اعمله معاكم. اول حاجه خالص رطبت شفايفي، وبعد كده هعمل حواجبي بقى، سرحتها بالسبوري عادي، وبعد كده هرسمها. بصوا بقى، انا عايزه احكي معاكم علشان الفيديو ده اصلا يعني تقريبا مش عارفه فيه ايه. كان كل الدنيا بتتأمر عليا ان انا منزلوش. اول حاجه رحنا، يعني كنا حاجزين دي يوز وكده، ورحنا عشان نغير جو، لان انا بجد بقالي فترة يعني علشان في التاسع وكده، ومن قبل التاسع يعني نفسيا تعبانة، واصلا ما بخرجش من البيت خالص غير كل فين وفين، يعني ممكن اقعد بشهور اصلا ما اخرجش، بس يعني عشان التوتر بقى بتاع الولادة والحمل ويوم الولادة وكده، فكنت محتاجة اغير جو قوي بصراحة، لان نفسيتي كانت تعبانة. المهم يعني انه اليوم ده كان يوم الخميس. رحنا و... وبعدين انا كنت عايزه اصور فيديو، فالمهم جاي بصور بالموبايل بتاعي، لقيت الكاميرا وحشه قوي، مش عارفه ليه قررت تبقى وحشه في اليوم ده. بس انا يعني عارفين اللي هو ايه، ولو برضه هتبسط. فاختي قالت لي خلاص خدي صوري في الموبايل. انا حطيت هنا الاول كونسيلر غامق، وبعد كده حطيت الكونسيلر الفاتح، ده الكونسيلر ده من روبي روز، وتقريبا درجة قلم الحواجب بتاع شي جلام اللي هي اش براون بتهيألي. بس انا هعمل كل حاجة، بحب يعني بصوابعي بعمل كل حاجة وبايديا علشان تديني تغطية احلى يعني. المهم صورت بتليفون اختي، إيه ويعني ايه تحديت الظروف بقى، عشان طبعا مش جايبة معايا الاضاءة، مش جايبة معايا ستاند ولا اي حاجة، فعارفين اللي هو بحاول اسند الموبايل على اي حاجة كده واصور يعني. فصورت بقى بتليفون اختي مشي. المهم دلوقتي هستخدم الكومباكت باودر بتاعت نوت، عشان انا اللوز باودر يا جماعه خلصانه من عندي، فبثبت بدي. المهم يعني عشان اخد بقى منها الفيديو، اصلا كنا قاعدين موال طويل بقى، قعدت قلت اخده عقبال ما يتبعت لي، يعني يبقى خلاص تمام، صحيت الجمعه بقى الصبح على اساس يعني الفيديو اتبعت وكده، لقيته ما اتبعتش برضو. ف فحاولت بكذا طريقه ان احنا يعني اخد الفيديو من عندها وكده. المهم يعني الحمد لله اتبعت، بس يوم الجمعة بقى بالليل خالص. هنا حطيت الكحل بتاع ريميل. المهم يعني استنوا، هنا برضو بحط الايلاينر بتاع روبي روز، هو لازم يترج الاول بعد كده تحطه منه. المهم يعني يا جماعة، كنت انا اصلا راجعة بقى تعبانة جدا جدا من المصيف، مش مصيف يعني من الديوز. فالمهم ايه، طبعا نمت كتير قوي قوي، لان جسمي كان وجعني جدا جدا، كاني يعني اللي هو كنت بهد في جبل. فنمت كتير قوي وكنت بقى مش قادره، وعلشان الفيديو كان قاعد برضو يرخم كتير وما اتبعتش على طول والكلام ده كله، فاللي هو حسيت اللي هو فقدت الشغف كده. وخلاص مش هلحق انزله بقى في ميعاده. ففضلت فاقده الشغف كتير، انا لحد دلوقتي على فكره فاقده الشغف، بس يعني ايه بحاول مع نفسي يعني آه، آه، اشجع نفسي بقى، واللي هو مفضلش في المود ده كتير. فعشان في كذا حاجة بقى، زي ما بقولكوا بقى، التوتر برضو بتاع الولادة مش سايبني والكلام ده كله، ففي كذا حاجة كده ضغطة شوية على اعصابي يعني، على قد ما اقدر ما افضلش سايبة نفسي للمود ده يعني. جماعة انا بجد عايزة اقولكوا على حاجة، يعني بصوا من كتر ما انا كان كل جسمي متدغدغ حرفيا ووجعني جدا، انا عايزة اقولكوا ان انا يومها لما نمت صحيت بالليل، انا فزعت جوزي حتة فزعة يعني اتخض قوي وصعب عليا بعدها. مرة واحدة انا كنت نايمة نوم عميق جدا جدا يعني، وبحلم وكده، وبتقلب لقيت رجلي شدت عليا مرة واحدة، شدت بقى يعني مش قادرة اقول لكم، مش قادرة استحمل بجد الوجع. قمت اللي هو بجد يعني، قمت طبعا بطريقة غلط خالص، بس من كتر الوجع مش قادرة. وهو بقى يعني اتفزع عليا، وانا عمالة اقول افتكر ان انا بولد. قلت له قلت له دي رجلي.
بس يعني صعب عليا قوي والله، وعلى قد ما كان موقف مضحك جدا وقعدنا نضحك في الاخر يعني، بس بجد رجلي شدت عليا قوي وصعب عليا جدا يعني. هي بقى ايه رأيكم في رسمة الايلاينر؟ حلوة. في بقى على فكرة يا بنات فلوج صورته لكم برضو لليوم دوت ان شاء الله يعني يعجبكم. انا لسه هعمل له اديت وكده، بس يعني يرش فيه. حطيت البلاشر ده من ايفون، انا بحب الدرجة دي قوي على فكرة، علشان بينك كده. انا بحب كل الحاجات اللي بتدي على بنكيت بقى وكشمير وكده، بحبهم قوي. ان شاء الله يعني ربنا ينفخ في صورتي يعني ان شاء الله، ومفضلش فاقد الشغف كتير، بس عشان انزل لكم كمان الفلوج بتاع يوم الديوز ده، انزله لكم يوم الجمعة ان شاء الله، ان شاء الله يعني بدون مقاطعة. هي بقى قولولي مين وصل هنا لحد الفيديو هنا بيتفرج. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملولي اللايك والسبسكرايب، اوكي؟ واكتبولي يا جماعة بقى كومنتات حلوة كده عشان تشجعني كده، عشان يعني ايه فقدان الشغف اللي انا فيه ده يروح. هنا كنت بشيل المرطب اللي انا حطيته عشان اعرف احط الروج. بصوا بقى انا هتزاول اصلا وانا بحط الروج، هقول لكم ايه اللي هيحصل، استنى. الروج ده من روبي روز برضو، انا بحب الدرجة دي قوي يا بنات، بحبها قوي. والروج ده حلو قوي على فكرة وثابت قوي بجد ما شاء الله، يعني جميل جدا. او بصوا انا اتزاولت ازاي، علشان الاضاءة كانت ضاربة فيه، فافتكرت ان الناحية التانية مش محطوطة كويس. بقى المشكلة ان انا ببص في المراية بلاقيها محطوطة كويس، اجي ابص في الكاميرا بتاعة الموبايل الاقيها مش محطوطة كويس. بس يعني ايه في الاخر هستوعب حاجة زي كده يعني. انه انا لا، من الاول عمالة اقول في عقل بالي الاضاءة اكيد هي اللي عاملة كده، بس برضو ايه خايفة اصدق الموضوع واطلع في الاخر امشي شكلي كده. او بصوا بتأكد تاني، رحت في حتة تانية عشان اشوف الاضاءة تمام ولا لا. اهو بصوا. اه الهايلايتر ده برضو من ايفون حلو قوي، وينفع تحطيه على فكرة بعد ما تكوني، هو كريمي بس لو كنتي حاطة مثلا باودر او حاجة عادي، لو حطيتيه فوقيها مش بيعمل اي حاجة خالص، ولا بيكلكع ولا بيبقى شكله كيكي ولا اي حاجة خالص من الكلام ده. والضي بتاعه كده جميل يعني، ممكن تستخدميه عادي استخدام يومي. وساعات على فكرة انا بحطه برضو في المناسبات حلو يعني، مش وحش خالص. اهو بصوا اللمعة بتاعته حلوة ازاي بجد. نحط الماسكارا دي من لاش برنسس، اللي هي الخضرة طبعا كلنا اكيد عارفينها وبنحبها، بس هي تقريبا من التكييف في الأوضة. آه عارفين لما الماسكارا كده بتجمد شوية، كنت حاساها كده يعني، كانت عايزة تسيح حبة كمان. المهم بقى يا جماعة في حاجة تانية برضو شغلالي دماغي، ومش عايزة يعني ايه ضغط معايا من ضمن الحاجات اللي ضغطة يعني. انا قلقانة قوي بجد ان انا فترة الولادة بقى وبعد الولادة بشوية ان انا اكون مثلا تعبانة بقى او مش قادرة لسه احاول اتأقلم على الوضع الجديد، ومعرفش ان انا اقوم اصور لكم بقى فيديوهات بانتظام وكده زي ما انا متعودة بعمل مثلا، او ان انا يعني بقيت بتعود ان انا اعمل. فمش عارفة، حاسة الموضوع ده بجد قلقني جدا، لان اصلا ان انا بقوم اصور وكده ده لوحده بيخليني مودي كويس يعني، لان انا بحب اعمل كده قوي. تعرفوا يا جماعة ان انا كان عندي قناة زمان بس اتسرقت زمان قوي بجد، انا كنت صغيرة خالص، تقريبا كنت في اعدادي، او كنت في اعدادي، ونزلت عليها برضو كام فيديو آه بس يعني قلت الحمد لله يعني ان انا مكملتش عليها فترة طويلة وكده، علشان بعد كده يعني القناة دي اتسرقت للأسف، هو الايميل بتاعي كله اتسرق اصلا.
على فكرة انا الوضع صعب قوي عليا ان انا ماسكة مراية صغيرة وبحط فيها. انا متعودة احط في مراية التسريحة، يعني متعودة ابص في مراية التسريحة وكده، فبجد بيبقى صعب عليا قوي لما ببص في مراية صغنونة. بصوا حسيت ان هي الافكت بتاعها مش عامل كويس يعني زي ما دايما انا متعودة، فحطيت بقى من الماسكارا بتاعت سيبال دي حلوة قوي. بصوا هتعمل ايه دلوقتي، قلت احط كود كمان بالماسكارا دي. بجد يا رب ان شاء الله ان شاء الله، يعني ايه ادعولي كده ربنا يقومني بالسلامة بس انا والبيبي، علشان مش عايزة بجد ان انا اقطع موضوع الفيديوهات ده برضو، حتى لو مثلا كام اسبوع او يعني شهر او كده. عايزة افضل اصور وعايزة افضل اقوم واعمل حاجات كتير، عشان انا بحب كده قوي بجد وبيغير لي مودي للاحسن. بصوا بصوا فرقت ازاي في الرموش ما شاء الله. يا بنات اللي بتتفرج لحد اخر الفيديو كده معايا، يعني بجد انا بحبك قوي قوي قوي. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلوة كده زيكم، وشير كتير قوي بقى مع صحابك كده، علشان ايه تشجعوني واكتبوا لي كومنتات تشجعني وحلوة زي ما قلتلكم. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الفاينل لوك تحت في الكومنتات. باي باي.